لو انت من الناس اللي بتحب تخزن ورق العنب بس مش بتحب تخزنيه في الفريزر، يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك على طريقة سهلة والورق هيفضل معاكي اخضر وطري كأنك لسه شارياه. اول حاجة هنا معانا هنختار ورق عنب بيكون حجمه صغير وطري وناعم واملس. بنمسك الورقة بتلاقيها املس ما فيهاش اي عروق خالص، والورقة الظهر بتاعها بيكون لونه اخضر فاتح. ده بيكون ورق العنب اللي هو بيبقى طعمه جميل. وما نختارش الورقة اللي هي بتكون كبيرة وناشفة، دي هتبقى وحشة جدا. طبعا هنا لازم واحنا بنشتري نبقى واخدين بالنا ان الورق العنب ده ورق عنب فعلا، ولا ممكن يكون ورق مخلط بورق توت وغيره. وهنا الورقة كل ما تكون اصغر كل ما تكون جميلة واسهل في اللف معاكي وانتي بتلفيه. خصوصا ان ورق العنب في ناس بياخد معاها وقت كمان وهي بتلف. اول حاجة الطريقة دي سهلة جدا جدا، وكمان هتفضل معاكي طول السنة ومش هتحتار انك انت تلاقي لها مكان في الفريزر او في التلاجة. هتخزنيه بره التلاجة خالص في دولاب المطبخ عندك. هجيب عندي بغلي مية، انا غليت لتر مية. وبعد كده كل لتر مية بحط على كل كوباية معلقة ملح خشن بتجيبيه من عند العطار. الملح ده بيكون خالي من اليود وبيحافظ عليه وكمان بيخلي ما يخليش الورقة تتهري، وبتخليه يفضل معاكي الورقة محافظة على نفسها لآخر وقت لحد ما انت تخرجي لآخر ورقة. وحطيت معاهم كمان يبقى لتر المية هاخد 4 معالق ملح، ملح خشن، وبأكد ملح خشن مش الملح العادي. وكمان معلقة سكر وربع معلقة صغيرة ملح ليمون. ملح الليمون هنا ميزته يعتبر مادة حافظة وفي نفس الوقت كمان بيدي مزازة حلوة قوي لورق العنب. بعد ما غليت المية كويس جدا وحطيت عليها السكر والملح وملح الليمون، بنزل عندي بالورق بعد ما انا رتبت الورق بتاع الحجم الكبير مع بعض والحجم الصغير مع بعض. هنزل بيه زي ما انت شايفة كده بالظبط فوق بعضه. المهم ان انا الورق ده انا كنت موضباه ومشايله العنقود بتاعه اللي من فوق. فالورق ده هاخده هنا هتقولي ان انا ما غسلتهوش. لو انت حابه انك انت تاخديه وتغسليه هتغسليه في الاول. لو انت مش حابه، هو دلوقتي هتشوفي معايا في الطريقه احنا هنعمل ايه. بس هو مش بيتغسل. هسيبه عندي في المية، وبعد كده المية طبعا سخنة. هجيب عندي تقل، انا هنا جبت بولة تاني وفيها مية. انت لو عندك اي تقل بتحطيه عليها وبتسيبيه لحد ما المية بتبرد تماما. بعد ما المية بتبرد تماما هيبدأ ان اللون بتاعه يتغير، ورق العنب يتغير. بسيبه على الحالة دي لمدة 3 أو 4 أيام، 3 أو 4 أيام بالظبط. كل ما بتسيبيه كل ما بيبقى افضل. ده بعد 3 ايام. شايفين الورق اول حاجة اتكبس، اهم حاجة تحط عليه تقل كويس جدا لمدة 3 أو 4 أيام وهو فيه المحلول الملح بتاعه. بتلاقي الورقة شايفة لونه زي ما انت شايفة كده بالظبط، لونه أخضر زي الفل، زي ما بتشتريه في البرطمانات بالظبط. وفي نفس الوقت ان الورق كبس مع بعضه بتخرجيه كأنك زي ما انت بتجيبيه جاهز من البرطمانات. الطريقة دي طريقة شركات محدش هيقولك عليها غير طريقة الفريزر تماما. وهتعمليه هيفضل معاكي سنة واتنين ما تخافيش هتستخدميه ومش هيجراله اي حاجة خالص. احنا محافظين عليه في المحلول الملحي. هخرج عندي ورق العنب كله من المية. شايفين احنا ما كناش غاسلين ورق العنب، المية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط المية مش نظيفة. فانا بغير طبعا المية. اه معلومة، اياكي المية دي تستخدميها. يعني احنا لما نرجع ندخل محلول ملحي هدخل محلول ملحي جديد من الاول. المحلول الملحي اللي انا نقعده فيه لمدة 3 أو 4 أيام مش بستخدمه تماما، لان انا يعتبر مغسلاش ورق العنب. لو الورق العنب بتاعك نظيف تقدر تستخدميه، بس انا الورق ما كنتش غسلاه، فانا رميت المية دي وجهزت مية مغلية من الاول وبردتها بنفس مقادير الملح والسكر وملح الليمون. هجيب عندي برطمان ناشف نظيف، انا جبت عندي برطمان بلاستيك. وبعد كده اخدت كل جزء من ورق العنب كده وهو مضغوط وحطيته في البرطمان. اهم حاجه تكبسي ورق العنب في البرطمان كويس جدا، ما تسيبيش فراغات. هتكبسيه على قد ما تقدري عشان ورق العنب بعد كده ما يقبش لفوق ويعمل عفن في البرطمان. هرص عندي كل كمية ورق العنب. البرطمان يشيل عندك 2 كيلو 3 كيلو، انت بتجيبي البرطمان بتشوفي البرطمان المناسب للكمية اللي انت هتخزنيها. دي القطعة اللي انا بوريها لك دي بتكون معاكي لما بتجيبي برطمان ورق عنب جاهز من بره، بتكون فيه القطعة دي وهي موجودة عندي. بس انا ما عنديش البرطمان هنا الفتحة بتاعته واسعة، فجبت معالق بلاستيك اللي هي المعالق الجاهزة بتاعت الجاتو.
وزي ما انت شايفة كده، وكبست ورق العنب من فوق، كبسته مفهوش اي مكان خالص، وقفلت عليه بالمعالق البلاستيك. هو كده انا ضمنت ان مفيش اي ورق عنب هيقب لفوق، ومش هيحصل ان شاء الله اي عفن. هنا برطمان ازاز عادي، انا لفيت كل شوية رول وكبست البرطمان، رصيتهم جنب بعض، وحطيت قطعة البلاستيك اللي هي اضمن بيها ان ما يحصلش ان الورق يقب معايا لفوق. خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي. هتقدري تعملي الكمية دي حتى لو 5 كيلو 10 كيلو، هتعمليهم بنفس الطريقة وانت مطمنة. دي طريقة شركات مضمونة 100%. انا بعملها ليا سنين ومجرباها، تحفة تحفة تحفة. بعد كده هجيب المحلول الملحي، طبعا محلول ملحي بارد. خلاص انا حطيت اول خطوة، حطيت ان المية كانت سخنة بس المحلول الملحي بارد، وهكبسه كويس وهديله كمية المية اللي هو محتاجها. بعد كده خلاص بقفله كويس جدا جدا جدا، وبحطه عندي في مكان ما يوصل لهوش اي ضوء في ضرفة المطبخ، او اقفل عليه بفويل وادخله جوه ضرفة المطبخ، المهم ما يبقاش فيه ضوء ليه. وبسيبه عندي وقت ما انت هتستخدميه، هتخرجي تفتحيه وتخرجي منه الكمية اللي انت عايزاها، وبعد كده تقفليه. الطريقة دي هتخلي عندك ورق العنب طازة من غير فريزر، ويعيش معاكي طول السنة. جربيها وقوليلي رأيك، ولو عجبتك الطريقة ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. هتوحشوني لحد الفيديو